يمنع التصوير منعا باتا. المخالف يعرض نفسه للخطر. عبارة يرهب بها داعش كل من قد يفكر في حمل كاميرا لتصوير عمليات التنقيب عن النفط قبل تهريبه وبيعه. يستشري التنظيم في مساحة من الأرض تعادل 4 دول عربية، ويقطنها 5 ملايين نسمة. وضمن هذه المساحة تقع أهم وأغنى حقول النفط التي يستمر التنقيب فيها نحو 9 ساعات يوميا بين غروب الشمس وبزوغ الفجر، تحت إشراف عاملين ومهندسي نفط سابقين أبقى عليهم التنظيم عند احتلاله المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا. الشيخ أبو سياف التونسي هو الاسم الذي يطلقه داعش على الرجل الذي كان قد كلفه التنظيم الإشراف على عمليات تصريف النفط إلى الخارج قبل منتصف أيار 2015. في أيار 2015 قوة أمريكية خاصة وبعملية سرية في دير الزور قتلت أبو سياف التونسي. عملية تبدو للوهلة الأولى مندرجة ضمن إطار مكافحة الولايات المتحدة للإرهاب، غير أن قوافل داعش النفطية وغير النفطية كانت تمر تحت ظل طائرات التحالف الأمريكي دون ما قصف يستهدفها. فما السر في ذلك؟ أبو محمد المغربي هو اسم الرجل الذي عينه داعش ليتولى الإشراف على عمليات تصريف النفط خلفا لأبي سياف التونسي. رقابة مشددة تلك التي يفرضها داعش على العاملين في التنقيب، وفي المقابل رعاية كاملة يقدمها لهم، بدءا من ملابس العمال والمهندسين والقفازات والخوذ التي يضعونها خلال العمل، بالإضافة إلى كل احتياجاتهم واحتياجات عوائلهم. يدرك التنظيم جيدا أهمية هؤلاء العاملين، فهم باتوا سر استمراره وقوته، بحيث يعد النفط شريان الحياة الوحيد له في الوقت الحالي، مع زيادة إنفاقه المالي، فضلا عن نفاذ مخزون الرهائن الذين كان يستغلهم للحصول على المال. لم تعد عمليات استخراج النفط عند التنظيم بدائية بعد استخدام الدافعات الهيدروليكية ومضخات كهربائية حصل عليها بعد تفكيك البنى التحتية في حقلي علاس والعجيل قرب تكريت وغيرها من المنشآت. أيضا يتركز إنتاج النفط لدى داعش في حقلي كونيكو والتيم السوريين غرب وشمال غرب مدينة دير الزور، بينما يتركز في العراق في حقلي النجم والقيارة، بالإضافة إلى عدة حقول صغيرة تضاف إلى خارطة الحقول ال4 الكبرى. بينما يبقي التنظيم إنتاج حقل الورد في البوكمال وأبار صغيرة غرب الموصل قرب بلدة تل الرمان لاستخدامه المحلي. مآل النفط الأول بعد استخراجه يكون في أحواض أرضية كبيرة أعدت للاحتفاظ بالنفط بعد أن صبت قاعدتها بالأسمنت، ثم يتم تنظيم دور الشاحنات أمام الأحواض بحيث ينقل النفط الخام من الأحواض إليها بواسطة مضخات كبيرة. وعادة ما يكون النفط مليئا بالشوائب التي اختلطت به في الحوض. وقد أظهرت صور استطلاع فضائي عبر الأقمار الصناعية تلك الأحواض بوضوح. عد وإحصاء صهاريج النفط الخارجة يوميا من العراق وسوريا وفق صور الاستطلاع الفضائي الروسي يظهر أن معدل تهريب داعش للنفط يصل إلى 200,000 برميل يوميا باستخدام نحو 8500 صهريج وشاحنة تشكل أنابيب نفط مدولبة. صور الاستطلاع الفضائي أظهرت بوضوح مسارات 3 للنفط مدفوع الثمن دما بشكل مسبق، وأولى المسارات غربي الوجهة. أظهرت الدلائل أن النفط المستخرج من حقول في محيط الرقة ينقل ليلا بصهاريج إلى شمال غرب سوريا، ثم إلى بلدة إعزاز ومنها إلى الريحانية التركية، ليتم توريد النفط لاحقا إلى مينائي ديورتيول واسكندرونا، حيث يتم شحن قسم على متن سفن لإرساله خارجا للتكرير
فيما تسوق كميات النفط المتبقية في السوق التركية الداخلية. ثاني المسارات شمالي الاتجاه، حيث يتم عبره تهريب النفط المستخرج في حقول النفط الواقعة على الضفة اليمنى للفرات. فريف دير الزور أصبح من أكبر مراكز داعش لاستخراج النفط وتكريره، وصور الأقمار الصناعية تظهر وجودا دائما لقوافل الشاحنات بانتظار شحن النفط. عبر المسار الثالث تنطلق الشاحنات من الحقول النفطية شمال شرق سوريا في ريف الحسكة وقرجوخ، وشمال غربي العراق في محيط زاخو. صور استطلاع فضائي ملتقطة في 14 من تشرين الثاني 2015 تظهر وجود نحو 1100 شاحنة في محيط زاخو العراقية، فيما تظهر أخرى ملتقطة في 28 من تشرين الثاني في قرجوخ 50 شاحنة في محيط معمل تكرير نفط. ضابط عراقي برتبة عقيد يتولى حتى نهاية 2015 إحدى قضايا تجفيف منابع الإرهاب وغسيل الأموال في العراق. كشف بعد طلب عدم ذكر اسمه وهويته تفاصيل عملية إخراج النفط أو ما يسميه دورة تهريبه. طبعا بعد ما يستخرجوا النفط ويحملوه الجماعة، صهاريج النفط تتجه إلى خارج مدينة نينوى، وتحديدا إلى المنطقة الشمالية فيها. مدينة زاخو الكردية هي تبعد عن الموصل حوالي 88 كيلومتر. عدد الصهاريج بكل مرة يتراوح بين 70 إلى 100 صهريج، ودائما تكون بانتظارها بالجهة الثانية مافيات تهريب النفط. المسؤول عن هذه الشحنات طبعا يمنح حمولته الجهة اللي تقدم السعر الأعلى. المشترية أو الناس اللي يشترون النفط في هذه المرحلة هم مو أكثر من سماسرة يملكون النفط قبل ما يبيعوه من أول وجديد. بعد احتساب كمية النفط ممن رسى عليه المزاد، يتسلم المسؤول عن الشحنة جزءا من المال بين 10 إلى 25% من القيمة بالدولار، لتسلم بقية القيمة لاحقا بطريقة أخرى. وبعدها يترجل سائقو الصهاريج القادمون من مناطق سيطرة داعش ليتم تسليمهم صهاريج أخرى فارغة كي يعودوا بها، بينما يأخذ الصهاريج الملأى سائقون آخرون يملكون تراخيص وأوراقا رسمية. وتتم العملية عادة على مشارف مدينة زاخو الكردية وفي مناطق مختلفة غير ثابتة يتم الاتفاق عليها مسبقا عبر الهاتف. يسمح للقوافل بالعبور، فتدخل في بوابة منفردة افتتحت خصيصا لتجنب الازدحام على المنفذ، بحيث تصطف شاحنات النفط ومشتقاته في ذلك الخط بعيدة عن شاحنات البضائع وحافلات نقل المسافرين. تدخل الشاحنات النفطية بعد ذلك إلى تركيا وصولا إلى بلدة سلوب التركية، وهناك تحديدا تتم عملية البيع. يباع برميل النفط بسعر بين 15 إلى 18 دولارا، ويتم دفع أجور سائقي الصهاريج وكذلك مسهلي عملية النقل. لقد قلت في باريس وخلال قمة المناخ أن على روسيا إثبات أن الجمهورية التركية تشتري النفط من داعش، وإذا لم يحصل هذا فاتهامنا بذلك هو افتراء. أما إذا تم إثبات الأمر فلن أبقى في موقع الرئاسة. من العراق وسوريا وصولا إلى مدافئ ومصانع العالم الأول المتحضر المتقدم المتحرر، ثمة مسارات نفط تمر عبر تركيا تنقل براميل نفط سوداء بلون راية داعش، إلا أنها تكفي لتحيل المتوسط أحمر قان بلون علم تركيا. فذاك النفط لم يستخرج من أرض الشام والرافدين فقط، بل جرى التنقيب عن قطراته في صدور نسوة ورجال وشيوخ.
وأشلاء أطفال.